السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة من الجلاش هنعمل تحلية سريعة جدا وجميلة، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. انا اميرة بكري، اتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. يلا بينا نشوف عملنا التحلية ازاي. احنا هنجيب الجلاش بتاعنا وهنبتدي ندهنه بالسمنة كده، هندهن الرق بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. الفطاير بتاعتنا بتتعمل بورقتين من الجلاش، وهناخد ورقتين زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي نتنيهم من الجنب، وكمان هنتنيهم من الجنب التاني، وبعدين هنبتدي ندهن اللي احنا تنيناه بالسمنة بالشكل ده، وبعدين هنتني الحرفين التانيين وهندهنهم سمنة، تبقى مقرقة معانا وهتبقى حلوة قوي. تمام، وهنتنيها تبقى مربعة بالشكل ده وهندهنها بالسمنة. تمام قوي كده. بعد كده هنعمل واحدة كمان معاكم، ندهنها سمنة، وبعد كده هنتني الجناب اللي بالطول، وبعد كده ندهنها ونتني الجناب اللي بالعرض، نفس الطريقة التانية بسرعة وسريعة جدا. وبعد ما بنخلص بنبتدي بقى في طاسة بنسخنها على النار، تكون طاسة مش بتلزق. هنبتدي بقى نحط الفطاير بتاعتنا، هتاخد لون كده على نار متوسطة، وبعد ما بتاخد لون بنبتدي بقى نقلبها الجنب التاني. وممكن كمان تحشيها بسبوسة او تحشيها كنافة وتسقيها باللبن، بتبقى حلوة جدا. دي طريقة تانية ان شاء الله بعملها لكم بالطريقة التانية دي، لكن دلوقتي انا عاملاها كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما بتاخد اللون بنبتدي بقى ايه من الجنبين، بنبتدي نطلعها خالص ونحط واحدة تانية وبنفس الطريقة هتاخد لون، هنقلبها على الجنب التاني. بس خلاص تمام كده. هنبتدي زي ما انتوا شايفين، هنبتدي بقى نسقيهم السيرب بتاعنا، وممكن كمان تحليها بالعسل الابيض او ترشي سكر بودرة. انا هنا حبيت اسقيها سيرب كده تبقى طرية، وبعد كده بحط لها كمان قشطة، بحطها قشطة ده عشان دي كانت تحلية سريعة كده. اتمنى تكون طريقتي النهاردة عجبتكم وان شاء الله تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. أميرة بكري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.